أستوقف بالطريق العام شخصا مارا أسلم عليه وأقول له: يا عمي، هل تأذن بأن تأتي معنا إلى المسجد؟ هذا سؤال لا يطرح عادة. يقول لي: ليش المسجد؟ قل له: تستمع منا كلمة طيبة. أخاطب 100 فيأتي معي واحد. مرة أتى معي واحد بعد يوم كاد متعب لم أظفر بأحد، ظفرت بشخص دخل معي المسجد. لما دخلنا المسجد تفطن بقية رواد المسجد من قدماء المصلين الذين تجاوزوا 60 بأن هذا الذي دخلت معه رائحة، تبين رائحة الخمرة التي لم أشتمها في الخارج، تبين أنه مخمور. فكانت النتيجة المباشرة أن كل أحذية المسجد نزلت على ظهري وظهره، وكنت أحوطه بعناية خاصة حتى لا يضرب، لأني أنا المسؤول، خطئي. إلى أن تفطن الشيخ إمام المسجد قال: خلوا ابني عبد الفتاح ولدي، خلوه. قالوا: دخل سكران. جاء اشتم قال: هذه عملة تعملها كيف ايش؟ دخل سكران. قلت له: يا عمي ما فقتش، أنا فرحان، أنا سكران بأني أتيت بشخص إلى المسجد. قالوا: يا ابني غادر المسجد وبكرة تروح الحمام وتأتينا. قالوا: أبدا، مانيش خارج يا عمي، أخرج، مش خارج. قامت صلاة المغرب، وضعناه بالصف الأول وابتعد عنه أول مصل مسافة متر ونصف، وصلينا. عندما أطلقنا السلام وجدنا أن الرجل ساجد. قلت: ما يعرفش هذا. فرحت أمسه فإذا به قد فارق الحياة. عجيب. مات يا أستاذ. فأنا جننت، نقول للشيخ، نقول له: يا عمي، يا عم صالح، أنا كم سنة وأنا أصلي أريد أن أدخل الجنة، وهذا دخل سكران مات في السجود. قال لي: هذه إرادة الله. وهذه كانت عبرة بأننا قادرون على أن نربط علاقة الناس بالله تعالى، حتى ولو كان مظهرهم لا يعجبنا أو مسارهم لا يعجبنا، لأن إرادة الله تعالى أن ينقذ من شاء من خلقه ولو بعد زمن طويل من الضياع. وهذه جعلتني